عملنا حلاوة المولد في البيت بأبسط طريقة وأقل المكونات تكلفة وكمية كبيرة بربع التمن اللي بنشتريها من بره، والطعم تحفة. عايزة أقول لكم إن هي هشة تتكسر بسهولة، طعمها خطير. جبت ربع كيلو من السمسم اللي متحمص بالشكل ده ويكون نظيف ومتنقي، لازم يكون متحمص. كمان ربع كيلو من السوداني المتحمص بالشكل ده، والحمص برضو ربع كيلو. هعمل ايه؟ هفردهم في صينيه ألمونيا بالشكل ده، وهشغل الفرن على درجه حراره هاديه 140 او 160، وادخلهم يا دوبك يدفوا معايا يسخنوا علشان نخرج الرطوبه منهم، ويكون سهل علينا ان هم يتماسكوا مع الشربات اللي احنا هنضيفه لهم. واحنا بنسخن المكسرات بتاعتنا هنعمل الشربات اللي هنضيفه عليها. لكل ربع كيلو من المكسرات هضيف كوبايه من السكر. هضيف 3 كوبايات سكر عشان انا عامله ربع سوداني وربع حمص وربع سمسم. هضيف عليهم كوبايه من الميه، وراعي ان السكر ما يتنطورش على جدران الحل عشان لما يستوي ما يعملش بلورات سكريه على الجدار. هرفع الشربات بتاعي على نار هاديه واسيبه لحد ما السكر يدوب. بدأ السكر يدوب معايا بالشكل ده، هبدأ اقلبه واسيبه لحد ما يغلي. بدأ يغلي الشربات بتاعي بالشكل ده ويدي الفقاعات البيضة دي، دليل ان هو دخل على تسوية. هضيف عليه معلقة كبيرة من عصير الليمون. هضيف عليه رشة ملح صغيرة، دي اللي بتظهر الطعم بتاع الحلويات عشان الكراميل بتاعي ما يسكرش معايا. هضيف له معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز لو متوفر عندك، لو مش متوفر ضيفي معلقتين عسل النحل كبار. انا هضيف معلقتين كبار من عسل النحل. اتكرمل معانا العسل بتاعنا وبقى لونه ذهبي بالشكل ده الخفيف خالص. هجيب كوبايه ميه ساقعه متلجه بالشكل ده، وهاخد شويه كده من الكراميل وانزل بيهم في الكوبايه واسيبهم لحد ما يبردوا خالص. خرجت معلقه الكراميل من الميه المتلجه، بقت معايا طريه لسه بالشكل ده. انا عايزاها لما اكسرها تتكسر معايا. هسيبها كمان تكمل تسويتها على نار هاديه شويه كمان. للاسف في الاختبار التاني للكراميل الكاميرا فصلت، فانا اختبرته في الميه الساقعه اتحول معايا وتماسك بقى يتكسر كده زيه زي حته الازاز. ضفت عليه معلقه صغيره من الفانيليا، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا او الكربوناتو، وبديلها البيكنج باودر بتدي هشاشه حلوه للكراميل وتخليه يتكسر معاكي بسهوله. بعد ما استوى معايا الكراميل هجيب بوله كده مدهونه بالزيت، وهشوف المكسرات بتاعتي هلاقيها، هدوس عليها كده الاقيها سخنه. هنزلها في البوله. هغرف من الكراميل اللي عملناه كبشتين كده على شويه السمسم دول بالشكل ده. اقلبهم بسرعه. كل الادوات اللي هستخدمها لازم تكون مدهونه بالزيت علشان الزيت اللي هيخليه يفك معايا بكل سهوله. هجيب صينيه كده مدهونه بالزيت برضو، وبسرعه كده اروح منزله فيها السمسم. هفرد السمسم برضو بسباتيولا او اي حاجه وتكون مدهونه زيت. سويت شكلها بالشكل ده على حجم متوسط. هسيبها تهدى 3 دقايق وبعدين نقطعها. ما نسيبهاش تبرد خالص علشان لو بردت مش هتعرفي تقطعيها بالشكل ده. دهنت السكينه بالزيت، قطعت السمسميه بالشكل ده بالطول، بعدين هقطعها بالعرض الحجم اللي تحبيه اعمليه. وهسيبها ربع ساعه لحد ما تتماسك. هضيف برضو مغرفتين من الكراميل اللي عملناه. لو حسيت ان الكراميل برد شويه حطيه على النار يسخن يسخن بس. سويت الفوليه بالشكل ده، هسيبها برضو تهدى 3 دقايق وبعدين ده شكل حلاوه المولد بعد ما تماسكت تماما. خرجتها بكل سهوله من الصينيه بسبب دهنه الزيت الخفيفه اللي كنت دهناها في الصواني. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه جميله جدا، اوفر وانضف واحلى من بره بكتير. وكل سنه وانتم طيبين.